نصيحة مني ليك اوعى تفوت الفيديو ده. اتفرج على الفيديو ده من الاول للنهايه، وده طبعا لمصلحتك انت. النهارده باذن الله هنراجع مراجعه مهمه جدا جدا. باذن الله هتلاقي المراجعه دي منها في الامتحان بتاعك باذن الله. علشان كده عايزك تتفرج على الفيديو ده كامل من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. طيب النهارده نعمل ايه باختصار؟ النهارده يا شباب باذن الله هنحل مع بعض امتحانين مهمين جدا موجودين عندك في كتاب الامتحان. طب احنا هنحل وخلاص كده وشكرا جزيلا؟ لا طبعا. باذن الله هنحاول نتكلم على كل نقطه وازاي ممكن تجيلك في الامتحان. فعايزك تسيب اي حاجه في ايدك وتجيب الورقه بتاعتك والقلم بتاعك والكتاب بتاعك وكوبايه الشاي الجميله، ويلا بينا نبدا. السؤال الاول يا شباب بيتكلم مع بعض كده، عايزك تركز معايا في كل نقطه انا بتكلم فيها، وعايزك تحل الاول قبل ما احل. حلو. طيب هنا السؤال الاول بيقول لك دوله تحتل المرتبه الثانيه عالميا في انتاج القمح. حلو، القمح ده هنتكلم عليه دلوقتي، خلي بالك. هنا رقم واحد. هنا طبعا عندي دوله مين؟ دوله الهند. طب انا بقى لو قلت لك اولى الدول على طول مين؟ ها، يبقى دولة ايه؟ دولة الصين اللي هي موجودة رقم 2. يا شباب كده نراجع مع بعض اهم المحاصيل اللي موجودة عندي. بص يا حبيب قلبي، المفترض هنا لما اجي اتكلم عن القمح تقول لي من محاصيل الحبوب، من الحبوب. حلو، عندنا اربع حاجات من الحبوب اللي مذكورين عليك في المنهج بتاعك. عندنا القمح وعندنا الارز وعندنا الشيلم وعندنا الذره الايه؟ الذره الشاميه. تعالى كده مع بعض كده نرجعهم واحده واحده وبالراحه. بص يا باشا، اذا قلت لك ان ده يطلق عليه محاصيل الايه؟ محاصيل الحبوب. ها، عندنا كام حاجه؟ عندنا اربع حاجات. ايه هما؟ قولوا معايا تاني. اول حاجه قلت لك عندي ايه؟ القمح. رقم 2 تقول لي الارز. رقم 3 اتكلمت قلت لك عندي حاجه اسمها الذره الايه؟ الذره الشاميه. اخر حاجه عندي حاجه اسمها الايه؟ الشيلم. بالراحه واحده واحده. اول حاجه القمح. لما اجي اتكلم عن القمح اهميته ايه؟ بيجي كتير في الامتحان، خلي بالك. لما اقول لك القمح تقول لي ان ده يعتبر من اهم المحاصيل او الحبوب الغذائيه، واقدمها واكثرها انتشارا. تاني وبالراحه كده، انت تقول لي كده اهو، يعتبر من اقدم واهم الحبوب الغذائيه واكثرها قيمه وايه؟ واعظمها انتشارا. يبقى ده رقم واحد على مستوى العالم هو القمح. ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للقمح. قلت لك طبعا عندي دولتين اتنين، الصين والايه؟ والهند. اما في قاره اوروبا تقول لي دوله مين؟ روسيا الاتحاديه ثم فرنسا. طيب رقم 2 بنتكلم عن الارز. طبعا الارز يا شباب اتكلمت عليه وقلت لك يعتبر الغذاء الرئيسي. مهمه جدا، ركز معايا. الغذاء الرئيسي لدول شرق وجنوب شرق قاره مين؟ شرق قاره اسيا. دي رقم واحد. رقم 2 بيزرع في المناطق المداريه والموسميه والمعتدله الايه؟ الدفيئه. طب هنا دي بقى النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، بتيجي كتير في الامتحانات. بقول لك من الرغم من الانتاج الكبير للارز الا انه يدخل في التجاره الدوليه بنسبه ضئيله. يعني هو بيخش في التجاره الدوليه بنسبه قليله. حلو. دي في قاره مين؟ في قاره اسيا، لان قاره اسيا لوحدها بتنتج ما يقرب من 90%. يعني 90% من الارز موجود في قاره مين؟ في قاره اسيا، ومع ذلك بتبدا تصدر نسبه قليله جدا. طب ليه؟ قال لك طبعا لان بيستهلك محليا، يعني داخل الدوله. لان الارز بالنسبه لهم مهم جدا، هو الغذاء الرئيسي بالنسبه لهم، زي القمح بالنسبه لنا كده. ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للارز. لكن طبعا من اهم الدول المنتجه للارز في قاره اوروبا هي مين؟ دوله ايطاليا طبعا. ده بالنسبه للقمح والايه؟ والارز. طيب بعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها الذره الشاميه. ركز معايا، خليك معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه. باذن الله الامتحان بتاعك مش هيخرج عن المراجعه دي. هنا بيقول لك عندي حاجه اسمها الذره الشاميه. الذره الايه؟ الشاميه. اتكلم معايا. الذره الشاميه قال لك دي تساهم برضه بنسبه محدوده في التجاره الدوليه. يعني وجه الشبه ما بين الذره الشاميه والارز ان الاثنين بيخشوا بنسبه ضئيله في التجاره الايه؟ في التجاره الدوليه. ليه؟ هتقول لي ان معظم الانتاج اصلا بيتم استهلاكه في مناطق الايه؟ في مناطق الزراعه او استهلاك محليا فقط. حلو؟ يعني ده بيستهلك محليا وده بيستهلك ايه؟ محليا، فبالتالي نسبه قليله في التجاره الدوليه، وكذلك الارز نسبه قليله في التجاره الايه؟ الدوليه. بعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها الايه؟ الشيلم. الشيلم ده يعتبر من المحاصيل المهمه جدا 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 في الريف الاوروبي. اشمعنى؟ قال لك لان هناك بيصنع منه الخبز. يعني عندنا القمح مهم بالنسبه لنا ليه؟ لان طبعا بيخش في صناعه الايه؟ الخبز. اما عندهم هناك الشيلم مهم برضه. طيب ليه؟ لان بالنسبه لهم برضه بيخش في صناعه الخبز لمعظم سكان الريف الايه؟ ريف السهل الاوروبي. طب ده بيزرع فين يا معلم؟ قال لك في المناخ البارد الايه؟ الرطب. ده بالنسبه لاهم محاصيل الايه؟ الحبوب. ركز معايا. يبقى اذا عندي كام محصول؟ تقول لي 4. اول حاجه عندي القمح. رقم 2 تتكلم تقول لي عندي الايه؟ عندي الارز. رقم 3 تقول لي الذره الشاميه. رقم 4 عندي الايه؟ عندي الشيلم. طيب لو قلت لك ايه وجه الشبه ما بين الذره الشاميه والارز؟ يلا قول معايا. ايوه كده، برافو عليك. ان الاثنين طبعا بيخشوا في ايه؟ في التجاره الدوليه بنسبه ضئيله جدا، فبالتالي
السبب الرئيسي هنا هو الايه؟ الاستهلاك المحلي. طبعا هنا لما اجي اتكلم عن الشيلم تقول لي طبعا اولى الدول في قاره ايه؟ قاره اسيا دوله الايه؟ الصين. خلي بالك الصين بتتكرر كتير. اما لما اجي اتكلم في قاره اوروبا تقول لي عندنا مين؟ المانيا، ربع الانتاج. طبعا انا طولت في الفيديو شويه معلش، فده طبعا علشانك انت. ده بالنسبه للايه؟ للنقطه الاولى. رقم 2 بيقول لك دوله تعد اكبر قوه صناعيه في العالم. حلو السؤال ده جدا. طبعا هنا الدوله دي بتتكرر كتير في الامتحان ولازم تكون عارف مكانها فين على الخريطه يا بطل. هنا طبعا عندي دوله مين؟ ايوه كده، برافو عليك، الصين. حلو جدا. طيب طبعا هي دي تعتبر اكبر قوه على مستوى الايه؟ على مستوى العالم. تعالى نفتكرها مع بعض. طبعا انا بالنسبه لي عندي حاجه اسمها الاقاليم الايه؟ الاقاليم الصناعيه. لا يخلو امتحان الا ما تلاقي عندي الايه؟ الاقاليم الصناعيه دي يا بطل. طيب الاقاليم الصناعيه هنا لما اجي اتكلم عليها قلت لك ان عندي مناطق صناعيه زي مثلا الصين اول حاجه، دي رقم 1. رقم 2 عندي الايه؟ اليابان. رقم 3 اتكلمت عن كوريا الايه؟ كوريا الجنوبيه. تعالى بقى ناخدها واحده واحده كده. الصين ده قال لك اكبر قوه صناعيه على مستوى العالم. ركز معايا في اللي انا بقوله. طب ليه؟ قال لك ان رقم 1 فيها 29% من اجمالي الناتج الايه؟ الصناعي. ده اول حاجه. رقم 2 فيها ما يقرب من 2000 تجمع صناعي، فده رقم كبير جدا. لما اقول لك في دوله واحده فيها 2000 تجمع صناعي، فبالتالي هي تعتبر الاولى من حيث الايه؟ من حيث الايه؟ الصناعه. طيب من اهم الصناعات اللي موجوده فيها قال لك زي صناعه الحديد والايه؟ الحديد والصلب والالكترونيات والبتروكيماويات. اخر حاجه عند الغزل والايه؟ الغزل والنسيج. ده اهم الصناعات اللي موجوده في موجوده في الصين. يبقى اذا 29% من الناتج الايه؟ من الناتج الصناعي. رقم 2 تقول لي فيه عندي 2000 تجمع صناعي. رقم 3 تقول لي فيه عندي تنوع في الايه؟ في الصناعات المختلفه. طيب بعد كده بنتكلم عن اهم مناطق صناعيه في اليابان. اهم المناطق الصناعيه في اليابان بقى يا معلم، قال لك دي المركز الثالث، اما كوريا الجنوبيه المركز الخامس. طب تعالى نتكلم الاول عن اليابان. اهم الصناعات اللي موجوده فيها قال لك زي الالكترونيات والسيارات والطائرات. يبقى الكترونيات، سيارات، طائرات. ايوه كده، اشتغل معايا، ايه الحلاوه دي. طيب بعد كده بنتكلم بقى في كوريا الايه؟ كوريا الجنوبيه. قال لك كام في المية من الناتج الصناعي؟ قال لك 2.8 من الناتج الصناعي الايه؟ العالمي. اهم الصناعات قال لك رقم 1 الروبوتات والسيارات وبناء الايه؟ وبناء السفن. اذا كده يقول لك احدى اقاليم قاره اسيا تحتل المركز الاول على مستوى العالم في الصناعه. جدع، ايوه كده، الصين. طيب اقول لك اهم الدول اللي بيوجد فيها صناعه الروبوتات والسيارات والطائرات. يبقى اذا كوريا الايه؟ كوريا الجنوبيه. طب تحتل المركز الكام؟ الخامس. جدع. لكن اليابان جدع الثالث. لكن الصين تقول المركز الاول. ده بالنسبه لاهم الاقاليم الصناعيه اللي موجوده في قاره مين؟ في قاره اسيا. طيب بعد كده اذا ده النقطه الثانيه. رقم 3 قال لك دوله تاتي في المركز الاول اسيويا من حيث عائدات السياح. كلمه عائدات يعني ايه يا شباب؟ يعني الداخل ليا كتير. حلو، يعني السياح بيزيدوا عندهم، فبالتالي قال لك ان العائدات بتبدا ايه؟ بتبدا تزيد. النقد الاجنبي او يطلق عليها الايه؟ الاموال او النقود، المانيهات بمعنى اصح. هتقول لي دوله مين هنا في المنطقه دي؟ تقول الامارات. خلاص كده، يبقى هنا عندي مين؟ الامارات. حلو. وهنا في المنطقه دي عندي تركيا. الاثنين مهمين جدا، خلي بالك. يبقى اذا هنا عندي الامارات وهنا عندي ايه؟ تركيا. يبقى دوله الامارات. شايف في ناس شغاله معايا، الناس دي ما شاء الله عليها، باذن الله هيجيبوا درجه حلوه في الامتحان. طيب بعد كده احدى الدول المؤسسه لرابطه اسيان. طبعا اسيان دي موجوده فين؟ في قاره مين؟ في قاره اسيا. طيب هنا في المنطقه دي طبعا هنا عندي دوله مين؟ اندونيسيا. خلي بالك ان الرابطه دي اتعملت فين؟ في مكان يطلق عليه ايه؟ العاصمه بانكوك. بانكوك دي موجوده فين؟ في تايلاند. تاني بالراحه. بص يا معلم، تعالى بقى نراجع كده على الرابطه ايه على طول كده. طبعا الرابطه يا شباب اتكلمت عليها قبل كده، قلت ان الرابطه دي بالنسبه لي مهمه جدا. طب هي موجوده فين؟ تعالى نفكر كده مع بعض ونفتكرها مع بعض. قال لك موجوده في جنوب شرق قاره مين؟ في جنوب شرق قاره اسيا. ايوه كده، ايه الحلاوه دي. يعني في البدايه قال لك انا عندي 5 دول، بعد كده انضم عليهم 5، بقوا كام؟ بقوا 10 دول. العاصمه بتاعتي قال لك موجوده في بانكوك. بانكوك دي موجوده فين؟ في تايلاند. بعد كده عندي اندونيسيا، بعد كده سنغافوره، بعد كده ماليزيا، عندي دوله هنا اسمها ايه؟ فيتنام الدولة، مش انت اللي تنام. ركز معايا. هنا عندي ايه؟ بروناي. هنا عندي الايه؟ الفلبين.
وهنا عندي دائره يطلق عليها دائره الايه؟ دائره الاستواء. اذا لازم تكون عارف ان التجمع ده بيمر به دائره الايه؟ الاستواء، يبقى اذا موجود في شمال الكره الارضيه وجنوب الكره الايه؟ الارضيه. طيب بعد كده قال لك اهدافه ايه؟ ركز معايا في الاهداف لان مهمه جدا جدا جدا. طبعا عدد السكان فيه ما يقرب من 700 مليون ايه؟ 700 مليون نسمه، وده طبعا عدد ايه؟ عدد كبير جدا. الاهداف قال لك رقم واحد عايزين يعملوا حاجه اسمها نمو اقتصادي، يعني يهتموا مثلا بايه؟ بزياده الدخل القومي او زياده توفير فرص عمل، فبالتالي المستوى الاجتماعي بتاعي واحد بيشتغل بيقبض كتير، فالمستوى الاجتماعي هيبقى فوق، فبالتالي هيبقى في عندي تنميه اجتماعيه وتنميه ثقافيه. رقم واحد تقول لي تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنميه الثقافيه في المنطقه من خلال الجهود الايه؟ المشتركه. ثلاث حاجات: نمو اقتصادي، اجتماعي، ثقافي. طيب رقم اتنين قال لك تعزيز السلام والتعاون في المجالات المختلفه. لازم يبقى في عندي تعاون في المجالات الايه؟ المختلفه بين دول الاعضاء، مع ضروره التعاون مع المنظمات الدوليه والاقليميه. المنظمات الدوليه دي على مستوى العالم، لكن الاقليميه بيكون داخل نطاق جغرافي معين او في نوع من انواع الروابط. يعني هنا عندي سلام وتعاون ولازم اشترك مع المنظمات الايه؟ الدوليه والاقليميه. يبقى اذا عندي حاجتين اتنين: رقم واحد عندي نمو اقتصادي، قول معايا، رقم اتنين اجتماعي، رقم ثلاثة ثقافي. هنا هيبقى في عندي تعاون وسلام في المجالات الايه؟ المجالات المختلفة، وابدا انضم للتجمعات والمنظمات الدولية والايه؟ والمحلية. ايوه كده، ايه الحلاوة دي؟ طيب بعد كده يا شباب، طيب واحد يقول لي انا دلوقتي براجع معاك، هل المراجعة دي كافية؟ طبعا المفترض ان حضرتك تكون مذاكر، بس انا بقول لك ان المراجعه دي باذن الله باذن الله بنسبه كبيره الامتحانك بتاع الشرح مش هيراجع عنها. عشان كده عايزك تركز معايا في كل كلمه انا بقولها، واي حاجه انا براجع عليها او باكد عليها فلازم تاخد بالك منها. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك اعتماد المفوضيه الاوروبيه مصطلح الثوره الايه؟ الصناعيه الخامسه. طبعا الثوره دي اصلا اتعملت ليه؟ ردا على الثوره الصناعيه الايه؟ الرابعه، لان الثوره الصناعيه الرابعه تجاهلت العنصر البشري. فهنا هتقول لي عشان يبقى في عندي نوع من انواع التوازن بين الانسان، ده رقم واحد، والتكنولوجيا. ايوه كده، تشتغل معايا. يبقى اذا التوازن بين الايه؟ الانسان والايه؟ والتكنولوجيا، ده اول حاجه. طيب رقم اتنين تقول لي ايه؟ تقول لي هيتم ترشيد او الحفاظ حفاظ على الايه؟ حفاظ على الطاقه. ليه يا باشا؟ عشان يبقى عندي نوع من انواع الاستدامه البيئيه، تحقيق الاستدامه البيئيه. يعني ايه استدامه بيئيه؟ يعني بحافظ على البيئه، بحافظ على الايه؟ على البيئه. ده لو قال لك ليه تم اعتماد المفوضيه الاوروبيه مصطلح الثوره الصناعيه الايه؟ الخامسه. طيب بعد كده بيقول لك حدوث الفيضانات المفاجئه في حديقه فاتنا كوكول الوطنيه. ما تقوليش بانتا كوكولا، ركز معايا عشان عارف الالاشات بتاعتك دي. هنا بيقول لك ليه بقى عندي فيضانات؟ هتقول لي لان طبعا عندي بعض الانهيارات الجليديه على الايه؟ على الانهار او بجوانب الانهار الجليديه بسبب حدوث الايه؟ النوع من انواع الثورانات الايه؟ البركانيه. تاني بالراحه. طيب طبعا هي مهمه جدا فلازم نراجعها مع بعض، او عموما المواقع التراثيه اللي موجوده في قاره اوروبا تعالى كده نراجعها مع بعض. هنا اول حاجه بنتكلم عن حديقه فاتنا كوكول الوطنيه. قال لك ان اول حاجه بتشغل 14% من ايه؟ من جزيره ايسلندا، ده اول حاجه. طب قال لك ان الحديقه دي بتضم ما يقرب من 10 براكين، منهم 8 تحت الجليد ومنهم 2 من انشط البراكين. 8 تحت الجليد ومنهم 2 من انشط ايه؟ من بين انشط ايه؟ البراكين الموجوده فين؟ في ايسلندا. قال لك المنطقه دي بيكون فيها ايه؟ فيضانات مفاجئه. ليه بقى؟ قلت لك ان عندي نوع من الثورانات البركانيه. كلمه ثوران يعني ايه اصلا؟ يعني حاجات مولعه بتخرج من باطن الارض، فبالتالي ده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب عليه عندي انهيارات جليديه. فالجليد لما بيدوب ايه اللي بيحصل له؟ قال لك بيحصل نوع من انواع الفيضانات، الميه بتزيد طبعا. يبقى اذا هتقول لي اهو ناتجه عن انهيارات على جوانب الانهار الايه؟ الجليديه بسبب حدوث الايه؟ ثوران بركاني. وخلي بالك ده ادى لايه؟ ادى لحدوث سهول رمليه او ايه؟ او اوديه. يبقى اذا بنتكلم عن حديقه فاتنا كوكول، تقول لي موجوده فين؟ في ايسلندا. ده اول حاجه. فيها كام بركان؟ تقول لي 10، منهم 8 تحت الايه؟ جدع تحت الجليد، وعندي 2 من انشط البراكين. حلو. طيب بيحصل عندي نوع من انواع الفيضانات. ليه؟ تقول لي بسبب الايه؟ الانهيارات الجليديه على جوانب الايه؟ على جوانب الانهار بسبب الثورانات الايه؟ قول بسبب الثورانات البركانيه. طيب بعد كده بنتكلم بقى المساكن المعلقه حول جبال الألب. طبعا جبال الألب يا شباب موجوده في قاره اوروبا.
دي اهم المواقع التراثيه اللي موجوده في قاره ايه؟ في قاره اوروبا. قال لك عندي في 6 دول زي المانيا، ايطاليا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا. اذا الموقع ده بيضم مجموعه من المستوطنات ترجع الى ما قبل الايه؟ ما قبل التاريخ. يبقى اذا بقى لها فتره زمنيه كبيره جدا. بنيت هذه المساكن على ضفاف البحيرات والانهار والاراضي الرطبه، كانت موجوده في تلك الايه؟ في تلك الفتره. دي بيطلق عليها مساكن معلقه. يعني ايه معلقه؟ انا عامل ازاي؟ ببني كده البيت فوق هنا كده، فده يطلق عليه المساكن الايه؟ المساكن المعلقه. طيب بعد كده بنتكلم عن مدينه الايه؟ مدينه البندقيه. مدينه البندقيه يا شباب موجوده فين؟ في دوله مين؟ دوله ايطاليا. حلو. ودي موجوده في جنوب قاره مين؟ قاره اوروبا. قال لك هي عباره عن مدينه، او المدينه ديت عباره عن ايه؟ قال لك ان البيوت بتطفو فوق سطح البحيره. يعني انت كده تشوف البيت كده كانه عايم في الميه، فده طبعا بيدل على روعه علم الايه؟ علم الهندسه. خلاص ركز معايا في الكلام ده لانه مهم جدا. طيب يبقى اذا بتتكون من كام قد ايه؟ كام ارخبيل او كام جزيره؟ تقول لي 118 جزيره. هي عباره عن مجموعه من الجزر، 118 جزيره. طيب تعد المدينه باكملها تحفه هندسيه. ليه يا معلم؟ هتقول لي لانها تبدو وكانها تطفو فوق مياه الايه؟ فوق مياه البحيره. ده بالنسبه لمدينه الايه؟ البندقيه. مهمه جدا. اذا تقول لي بترجع للقرن الكام؟ الخامس الميلادي. دي اول حاجه. طيب تتكون من كام جزيره؟ تقول لي 118 جزيره. هي عباره عن ايه؟ ارخبيل. يعني قلت لك الارخبيل مجموعه من الجزر. ليه تعتبر مدينه البندقيه ذات تحفه هندسيه؟ يبقى انا هقول له ايه؟ هتقول لي لانها بتبدو وكانها تطفو فوق الايه؟ فوق مياه البحيره. طبعا المنظر ده جميل جدا جدا، فده بيدل على الفن والايه؟ الفن والابداع. طيب بعد كده بنتكلم، بيقول لك ليه تم وضع الاتحاد الاوروبي الاستراتيجيه الاوروبيه للطفل؟ طبعا هنا الاجابه سهله وبسيطه، بس طبعا انا عايز اراجع الاتحاد الاوروبي لانه مهم جدا. بس هنا تعالى نجاوب الاول وبعد كده نراجع الاتحاد الاوروبي. المفترض ان هنا عمل الاستراتيجيه الاوروبيه للطفل ليه؟ هتقولي ان رقم واحد كان عايز يتم ضمان تعليم الاطفال او وصول للايه؟ الاطفال الى التعليم والرعايه الايه؟ والرعايه الصحيه، زائد المسكن الايه؟ المسكن الملائم، زائد التغذيه. دي لو قال لك الايه؟ الاستراتيجيه الاوروبيه للطفل. خلي بالك كمان الاتحاد الاوروبي برضو كان مهتم بالطفل ازاي؟ اللي هو الجريمه ضد الطفل عن طريق منع التنمر عليه والاعتداء الايه؟ الاعتداء الجنسي. ده بالنسبه لاستراتيجيه الايه؟ الاستراتيجيه الاوروبيه للطفل. تعالى نرجعها مع بعض. الاتحاد الاوروبي مهم جدا، لازم مع بعض كده واحده واحده. لما نيجي نتكلم عن الاتحاد الاوروبي يا شباب، هو طبعا الاتحاد بيتكون من كام دوله؟ عايزك بقى تجاوب كده وتشتغل معايا كده. يلا قول كام دوله؟ سامع ناس والله بتقول اهي. ايوه كده، ايه الحلاوه دي؟ 27 دوله. برافو عليك. بعد خروج مين؟ ايوه كده، بعد خروج بريطانيا. جميل جدا. يبقى اذا لما اجي اتكلم على الاتحاد الاوروبي تقول لي بيتكون من 27 دوله بعد خروج مين؟ بريطانيا. يبقى اذا رقم واحد تقول لي يضم 27 دوله بعد خروج مين؟ بريطانيا. طبعا دول ال 27 دوله، وكده كده هعمل لك ايه؟ حصه كده لوحدها وفيديو لوحده وبنتكلم عن الدول دي والخريطه بتاعتنا. هنا عدد السكان. لما اتكلم على السكان قال لك طبعا نص مليار ايه؟ نسمه، مختلفين في اللغه والثقافه. طيب هنا بنتكلم بقى عن اهم الاهداف. ركز معايا لانها مهمه جدا. عندي 5 اهداف مهمين. اول حاجه قال لك لازم يبقى عندي نوع من انواع الحريه والامن والعداله والمساواه وعدم التمييز. خلاص كده؟ يبقى اذا عندي حريه، امن، عداله، وعدم الايه؟ عدم التمييز والمساواه. بعد كده قال لك لازم يبقى في عندي نوع من انواع تامين الحدود الخارجيه زائد حريه التنقل الداخلي. حلو؟ تاني يبقى اذا تامين الحدود الاتحاد الخارجيه وتوفير حريه التنقل داخل دول الايه؟ الاتحاد. يعني اتنقل دون قيود. مش لازم بقى اعمل ورق واعمل مش عارف تصريح سفر وتاشيره واذن ومش عارف ايه الكلام ده كله زي عندنا احنا مثلا كده. حلو؟ يعني مثلا لو دخلت دوله من دول الاتحاد الاوروبي اعرف اتنقل في باقي الايه؟ في باقي الدول. طب رقم 3 يا شباب بيقول لك تحقيق تنميه مستدامه خلال نمو اقتصادي متوازن واستقرار الاسعار داخل الايه؟ داخل الاتحاد. بعد كده قال لك المساهمه في تحقيق السلام والامن والتنميه الايه؟ المستدامه للبلاد. بعد كده قال لك القضاء على الفقر، طبعا عن طريق توفير فرص عمل. وعندهم طبعا حمايه حقوق الانسان والاحترام المتبادل بين الشعوب. الانسان بالنسبه لهم رقم واحد. يبقى القضاء على الفقر وحمايه حقوق الايه؟ الانسان واحترام المتبادل بين شعوب الايه؟ شعوب العالم. طب انا شايف واحد بيقول انا مش فاهم. بالراحه واحده واحده، عايزك تكون فاهم علشان تسهل على نفسك كتير. لو فهمت هتعرف تحفظ، حفظ من غير فهم هيبقى صعب جدا. اذا رقم واحد بيقول لك عندي الحريه. قول معايا: حريه، عداله، مساواه، وعدم التمييز.
طيب رقم 2 تقول لي بحافظ على حدود الاتحاد من الخارج زائد حرية الانتقال داخليا. رقم 3 لازم أن يكون عندي نوع من أنواع التنمية المستدامة. بعد كده قال لك المساهمة في تحقيق الأمن والسلام. آخر حاجة القضاء على الفقر وحماية وحماية حقوق الإنسان والاحترام المتبادل بين الدول. طيب النقطة اللي بعد كده بقى يا شباب مهمة جدا، ركز معايا ركز معانا. شايفك اهو بتسرح اهوت وعمال تبص شمال ويمين وبتفكر تسيب الفيديو وتمشي. اوعى، عارفك وهجيبك. طب ركز معايا يا معلم. هنا بيقول لك دور الاتحاد الاوروبي في تحقيق الامن والسلام والتنميه. عندنا 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه قال لك تحقيق الامن والسلام. رقم 2 التنميه الاقتصاديه. اخر حاجه التنميه الاجتماعيه. الامن والسلام ازاي؟ قال لك الاتحاد الاوروبي ده قال لك طب الطبات نمبر 1. نمبر 1 ليه؟ قال لك يا معلم ان هو خد جائزه نوبل للسلام. اشمعنى؟ يبقى اذا هتقول لي خد جائزه نوبل للسلام. اشمعنى؟ قال لك لان كان ليه دور كبير جدا في تعزيز السلام والديمقراطيه وحقوق الانسان. يعني بيحافظ على السلام بين دول العالم زائد الديمقراطيه، يعني الشعب يقدر يتكلم من غير ما يخاف. رقم 3 قال لك حقوق حقوق الانسان. طيب بعد كده قال لك الاتحاد الاوروبي كان ليه دور كبير جدا في ارسال بعض البعثات العسكريه في مناطق الازمات حول العالم. يعني لما يكون في عندي نزاعات بعض المشاكل الاتحاد الاوروبي بيبدا يبعت قوه عسكريه عشان يبدا يحلها. خلاص كده. طيب بعد كده يا شباب بنتكلم مع التنميه الاقتصاديه. انت بقى اللي هتشاركني. بص يا معلم، قلت لك ان الاتحاد الاوروبي عندي كام دوله؟ اتكلم معايا 27 27 دوله. حلو الكلام. طب 27 دوله دول لو قلت لك هيتم استخدام عمله واحده، قال لك تم استخدام عمله واحده هي اليورو. فلما تم استخدام اليورو في الاتحاد الاوروبي قال لك ان ده ادى او ترتب عليه عندي نوع من انواع الوحده الاقتصاديه بين شعوب القاره الاوروبيه. ده بالنسبه للتنميه الاقتصاديه. اذا ساهم في تحقيق وحده اقتصاديه بين اعضاء. اخر حاجه يا شباب بنتكلم الاتحاد الاوروبي كان له دور كبير جدا في تحقيق عندي حاجه اسمها التنميه التنميه الاجتماعيه. طب اول حاجه ازاي؟ عن طريق وضع الاتحاد الاوروبي الاستراتيجيه الاوروبيه للطفل. ازاي؟ قال لك ان لازم الاطفال ليهم رقم 1 التغذيه، التعليم، صحه، سكن. ده اول حاجه. يبقى اذا تقول لي كده اهو بهدف ضمان وصول الاطفال المحتاجين الى التعليم رقم 1. رقم 2 الرعايه الصحيه. رقم 3 التغذيه. رقم 4 السكن الملائم. طيب بعد كده في التنميه الاجتماعيه قال لك مكافحه العنف ضد الاطفال زي الاعتداء الجنسي والتنمر. اخر حاجه استخدم الاتحاد الاوروبي شعار متحدون في التنوع. انا قلت لك بقى مختلفين في اللغه والثقافه ومع ذلك عملوا اتحاد. اذا ده بيأكد على بيأكد على قيمه ان الاتحاد في التنوع على الرغم من من الاختلاف في ثقافات او لغات دول الاتحاد الاوروبي. فاهمين حاجه؟ يعني مش لازم يكون عندنا لغه واحده عشان نعمل نوع من انواع الوحده. حلو. ومع ذلك احنا عندنا الوطن العربي ما شاء الله عندنا تاريخ ولغه وكل حاجه، مش عارفين نعمل وحده زي زي الاتحاد الاوروبي. طب اخر حاجه بقى في الاتحاد الاوروبي بقى عشان ننقل على حاجه تانية. يلا ركز معايا. ركز معايا. بيقول لك هنا بقى بنتكلم عن العلاقه بين مصر والاتحاد الاتحاد الاوروبي. عندي حاجتين 2. اول حاجه كان عندي حاجه اسمها اتفاقيه مشتركه مصريه اوروبيه. قال لك الاتفاقيه دي من خلالها بيتم تعزيز العلاقات ما بين الاتحاد الاوروبي وبين وبين مصر. طيب عن طريق قال لك عن طريق تخفيض الرسوم اللي بيتم فرضها على المنتجات الزراعيه والصناعيه. تاني يبقى اذا تخفيض الرسوم الجمركيه بين مصر والاتحاد الاوروبي على المنتجات الصناعيه والزراعيه. حلو جدا. ده اول حاجه. رقم 2 قال لك شراكات لتعزيز التعاون في مجال الامن والدفاع. دفاع مهم بالنسبه للقاره القاره الافريقيه او للقاره الاوروبيه. طب عن طريق رقم 1 الاشتراك في رئاسه المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب. طب رقم 2 قال لك هنبدا نشترك مع بعض فيما بيننا. ليه؟ عشان نقضي على حاجه اسمها الجريمه الجريمه المنظمه زي مثلا الهجره غير شرعيه او تهريب المهاجرين الغير شرعيين. رقم 2 القوات المصريه والقوات الاوروبيه الاثنين هيعملوا نوع من انواع التعاون. فده يطلق عليه العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والدوله المصريه. طيب بعد كده يا شباب انخفاض نسبه العاملين في النشاط الزراعي. حلو جدا. طبعا يا شباب قلت لك ان النشاط الزراعي انا بالنسبه لي مهم جدا. خلي بالك النشاط الزراعي ليه بقى العمال اللي موجودين في قاره اوروبا هيبداوا يقلوا. قلت لك ان رقم 1 هبدا استخدم الات او اساليب علميه. هبدا استخدم الات بقى حديثه. ده اول حاجه. فبالتالي مش محتاج قوه عامله كتير. طيب رقم 2 هيتم اتجاه بعض الشباب لبعض المهن الاخرى. يعني يقول لك يا عم بلا زراعه بلا روح بقى اشتغل بقى في الصناعه في التعدين في اي حاجه. قال لك ما عادش جايبه همها.
ده بالنسبه للايه، بالنسبه للعاملين في قاره ايه، في قاره اوروبا. بعد كده بيقول لك ما العلاقه بين الزياده السكانيه بقاره اسيا والنشاط الايه، والنشاط الزراعي. حلو جدا يا شباب السؤال ده. طبعا الزياده السكانيه انا بالنسبه لي تم من خلالها الضغط على النشاط الايه، الزراعي، ودي من اسباب المشاكل، خلي بالك، من الاسباب التي ادت الى وجود مشاكل النشاط الايه، الزراعي. ليه؟ لان من خلال الزياده السكانيه ترتب عليها زراعه، اول حاجه ده تقول لي زراعه الارض اكتر من مره. طب ايه تاني؟ قال لك بعد كده ابدا استخدم اسمده كيماويه ومبيدات ايه، حشريه. فده طبعا بيؤدي الى ايه، الضغط على الارض الايه، الضغط على الارض الزراعيه. وما دام احنا اتكلمنا عن الزراعه، معلش اعذرني لازم نتكلم شويه على الزراعه. حلو. طبعا احنا ايه، لازم نصبر مع بعض كده عشان نقدر ايه، نقدر نكمل لاخر الفيديو. بص يا حبيب قلبي، صل على سيدنا محمد. طبعا الزراعه مهمه جدا، مهمه جدا 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 جدا، عشان كده لازم تركز بقى عليها، لانها لازم يجيب لك فيها سؤال في الامتحان. الزراعه لازم يجيب منها سؤال في الايه، في الامتحان. بكرر تاني وتالت اهو. طب ما اجي اتكلم عن الزراعه بقى يا شباب، قال لك الزراعه موجوده عندي في قاره مين وقاره مين؟ قال لك موجوده في قاره اسيا وقاره مين؟ اوروبا. نتكلم عن العمال، قال لك عندي في قاره اسيا خمس الايه، القوى العامله، لكن قاره اوروبا 4% من القوى العامله في الايه، في القاره. طب السؤال ده لسه قايل له حالا، لسه حله دلوقتي. قلت لك انخفاض الكبير نسبه العاملين في النشاط الزراعي، قلت لك بسبب ايه؟ رقم واحد التوسع الكبير في استخدام الاساليب العلميه. رقم اتنين اتجاه العاملين من النشاط الزراعي الى مهن ايه، الى مهن اخرى. ايوه كده، كرر معايا، عدت السؤال عيده تاني. كتر التكرار بيعلم الايه؟ لا الشطار، ما تقولش على نفسك كده. طيب بعد كده بنتكلم عن مساحه الاراضي الزراعيه بقى. طبعا مساحه الاراضي الزراعيه على مستوى العالم قلت لك عندي 17 مليون و5 مليون كيلومتر مربع. حلو، دي طبعا مساحه كبيره. قال لك اولى القارات من حيث مساحه الاراضي هي قاره مين؟ قاره اسيا طبعا. ليه؟ لان فيها ما يقرب من 6.8 مليون كيلومتر مربع، يعني المرتبه الاولى على مستوى العالم. لكن قاره اوروبا فيها 3 مليون، يعني تلت مساحه القاره تقريبا. حلو، وبذلك تاتي في المرتبه الايه، الثانيه. دي رقم واحد، دي رقم ايه، رقم اتنين. طب المساحه الكبيره دي ليه؟ قال لك ان رقم واحد قاره اسيا اصلا تعتبر من اكبر القارات على مستوى الايه، مستوى العالم. رقم اتنين الجبال هبدا ازرعها. يعني ابدا ازرعها، قال لك بدل الجبل ما يكون عامل كده هبدا اعمله كده وابدا ازرع عليه. خلاص، يبقى اذا رقم واحد تقول لي اتساع مساحه القاره. رقم اتنين تحويل مساحات من منحدرات الجبال الى مدرجات ايه، زراعيه. اشمعنى؟ هتقول لي من اجل توفير الغذاء اللازم للاعداد الكبيره في قاره مين؟ في قاره اسيا. اذا هنا عندي سببين مهمين جدا لازم تكون عارفهم. هنا بقى بيقول لك ليه المساحه عندي كبيره في قاره اوروبا؟ قلت لك ان رقم واحد وقوعها في العروض المعتدله باستثناء الاطراف الايه، الشماليه. رقم اتنين قال لك ان هنا عندي تقدم علمي وتكنولوجي. رقم ثلاثة قال لك التوسع في استصلاح الايه، الاراضي. فالاسباب ديت مهمه جدا لازم تكون عارفها. مهم بقى لازم تكون عارف الاماكن اللي بيزرع فيها سواء في قاره اسيا او قاره مين، قاره اوروبا. هنا اول حاجه في قاره اسيا يا معلم قال لك بيتركز الزراعه في مناطق المناخ المعتدل. فاذا اول حاجه مناخ معتدل. طب ايه تاني؟ قال لك سهول فيضيه وجزر. يبقى اذا عندي ثلاث حاجات، مناخ معتدل، ايوه كده. رقم اتنين عندي سهول ايه، فيضيه. رقم ثلاثة الجزر. لكن لما اجي اتكلم عن قاره اوروبا تقول لي عندي رقم واحد الساحل الاوروبي العظيم او السهول الفيضيه عموما، ومساحات كبيره في جنوب الايه، في جنوب القاره. يبقى اذا الساحل الاوروبي العظيم او السهول الفيضيه زائد الايه، زائد مساحات كبيره من دول جنوب الايه، جنوب القاره. ده لو قال لك الايه من حيث الزراعه. بعد كده يا شباب السؤال الثاني بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه. يعد الغذاء الرئيسي لدول شرق وجنوب شرق اسيا ويزرع بالمناطق المداريه والموسميه. طبعا لسه قايله حالا. ها، ايه الغذاء الرئيسي لجنوب شرق قاره مين، اسيا وشرقها؟ هل القمح ولا الذره الشاميه ولا البطاطس ولا الارز؟ جدع، هتبقى طبعا الايه، الارز. طيب بعد كده من الصناعات التحويليه الخفيفه بقارتي اسيا واوروبا. ها يلا اختار. هل الصناعات الكيماويه، ها، ولا المطاط ولا الجلود ولا الصناعات المعدنيه؟ شايف حد بيتكلم اهو، جدع بالظبط كده. اذا صناعات الايه، صناعه الجلود. لكن لما اجي اتكلم عن صناعات البتروكيماويه وصناعه المطاط وصناعات المعدنيه، دول كلهم صناعات يطلق عليها صناعات تقيله او ثقيله. خلاص كده، تعالى نراجع مع بعض الصناعات. بص يا حبيب قلبي ركز معايا. واذا لما اجي اتكلم عن الصناعات التحويليه الخفيفه، زي صناعه اول حاجه صناعه الايه، الغذائيه، الصناعات الغذائيه زي السكر وتعليب الفاكهه والخضروات واللحوم. رقم اتنين عندي صناعه اسمها صناعه الغزل والايه، والنسيج. رقم ثلاثة صناعه الملابس والسجاد والجلود. دي اول حاجه.
اما الصناعات التحويليه التقيله تقول لي زي الصناعات الكيماويه او صناعات البتروكيماويه اللي هي معتمده على البترول. رقم 3 المطاط اللي هي الغابات الاستوائيه بقى. رقم 4 الصناعات المعدنيه، الحديد والايه، الحديد والصلب والالومنيوم. يعني الحديد والصلب والالومنيوم دي من الصناعات الايه المعدنيه. اذا دلوقتي لما اجي اسالك دلوقتي سؤال واقول لك الجلود خفيف ولا تقيل، لا تقول لي طبعا خفيف زيك كده. طيب لما اقول لك المطاط تقول لي طبعا تقيل. بقول لك اي من الدول الاوروبيه الاتيه تهرب من كونها احد الدول الاوروبيه التي يوجد بها المساكن المعلقه حول جبال الألب. طبعا هنا سويسرا تمام، فرنسا تمام، سلوفينيا تمام، هتبقى طبعا دوله مين؟ دوله اسبانيا. اذا اسبانيا مش موجوده من المساكن المعلقه حول جبال الايه الألب. طيب بعد كده بيقول لك حدد تقييمك او ما تقييمك لمصداقيه كل عباره. السؤال ده مهم جدا يا شباب، خلي بالك. هنا بيقول لك تعاونت مصر والاتحاد الاوروبي في مواجهه الجريمه المنظمه. حلو، السؤال ده مهم جدا ولسه قايله دلوقتي. يلا يا معلم، قلت لك ان هنا كان في عندي تعاون ما بين الاتحاد الاوروبي ومصر. ازاي؟ هتقول لي ان رقم واحد منع، رقم واحد كده وتقول لي منع تهريب المهاجرين. جدع، ايوه كده. سامع حد بيتكلم اهو. الشرعيين ولا الغير شرعيين؟ لا الغير، جدع، شرعيين. طب رقم 2 هيبقى عندي نوع من انواع المشاركة. مشاركة ايه بالظبط؟ قال لك مشاركة القوات البحرية سواء الأوروبية والمصرية. خلاص كده. ده لو قال لك الايه، لو قال لك ان الاتحاد الاوروبي عمل اشتراك مع مصر في الايه، في مواجهه الجريمه المنظمه. طيب بعد كده بقول لك تقتصر السياحه في العالم على الترفيه والاستجمام. يعني انا دلوقتي لما اعمل سياحه هل انا رايح فقط علشان ارفع عن نفسي واستجم؟ اكيد طبعا. بس لما نيجي بقى نتكلم الكلام العلمي مش اكيد. ليه؟ لان انا لما اروح اي دوله على سبيل المثال مثلا، يعني بتكلم عن الناس بقى اللي بتطلع بره في اوروبا بقى وكده يعني، لكن احنا مش بتكلم على جمصة بقى واسكندريه ومطروح وكده، لا انا بتكلم الناس اللي بتروح بره، اللي بتعمل سياحه بره. حلو. هل بتروح تعمل ترفيه واستجمام فقط؟ لا، لما تروح هناك في اي قاره اوروبيه او اي دوله اوروبيه او تبع اي قاره خارجيه بيتم نوع من انواع الايه، تبادل الثقافات او المعرفه. يبقى اذا لا يقتصر فقط على الترفيه والاستجمام. هتقول لي ليه يا باشا؟ زي ما قلت لك يا كبير دلوقتي، هتقول لي لان السياحه لا تقتصر فقط على الترفيه والاستجمام، بل يوجد تبادل ايه؟ ايوه كده، تبادل معرفي، تبادل معرفي وثقافي. يبقى تبادل معرفي وايه وثقافي. بعد كده يا شباب بيقول لك قارن بين منطقه الرور غرب المانيا ومنطقه اللورين شمال شرق دوله مين؟ دوله فرنسا. من اهم الصناعات الموجوده. سؤال حلو جدا. طب هنا رقم واحد تقول لي عندي زي صناعات هندسيه، وعندي صناعات نسيجيه، وعندي صناعات بتروكيماوية. بترو ايه؟ كيماوية يا ولا. طيب بعد كده عندي صناعات ايه؟ صناعة الحديد والصلب. خلي بالك ان هنا برضو في اللورين عندي صناعة الحديد والايه؟ الحديد والصلب. ايه الحلاوة دي؟ وهنا انا عندي صناعات ايه؟ صناعات كيماوية. اذا هنا عندي صناعات كيماوية حديد وصلب، لكن هنا عندي حديد وصلب، صناعات بتروكيماويه، صناعات هندسيه، صناعات ايه؟ نسيجيه. ده بالنسبه للايه، للاقليمين اللي موجودين فين؟ في قاره اوروبا. بعد كده يا شباب بقى بنحل الاختبار الثاني. حلو. باذن الله مش هطول عليك، بس اوعى تقفل الفيديو لان طبعا بقى الفيديو مهم جدا جدا. وارد ان يجيلك سؤال من اللي انا هحله حالا، فركز معايا بالله عليك. هنا بيقول لك من اهم الدول المربيه للدجاج. من اهم الدول المربيه للايه، للدجاج او الفراخ. يلا هتبقى هنا في المنطقه دي دوله مين؟ دوله فرنسا. ايوه كده. طب هنا لو قلت لك هنا دوله في المنطقه دي دوله اسبانيا. طب هنا بتطل على مضيق اسمه مضيق ايه؟ مضيق جبل طارق. ايه الحلاوه دي؟ يبقى اذا رقم واحد تقول لي من اهم الدول المربيه للدجاج هي دوله فرنسا. طب رقم 2 بيقول لك دولة تحتل المرتبة الثالثة عالميا في التجارة الدولية للسلع. فين رقم 2 في المنطقة دي؟ هنا عندي دولة مين؟ دولة ألمانيا. أيوة كده، برافو عليك. 3 بيقول لك دولة يوجد بها أكبر مدرج روماني للألعاب والمصارعة. هنا عندي دولة مين؟ دولة إيطاليا طبعا. وإيطاليا موجودة في جنوب قارة مين؟ أيوة كده، جنوب قارة أوروبا. فيها مدينة اسمها مدينة الإيه؟ البندقية، من أهم أماكن التراث اللي موجود في قارة أوروبا. طيب رقم 4 بيقول لك الدولة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي.
في المنطقة دي هي دولة بريطانيا. أيوة كده. يبقى إذا هنا عندي دولة مين؟ دولة بريطانيا. طب أنا بقى لو قلت لك بقى هنا عندي في المنطقة دي محيط. محيط إيه؟ جدع. أيوة كده، المحيط الأطلنطي. طب لو هنا عندي بحر اسمه البحر الإيه؟ البحر المتوسط. جميل جدا. دي دولة تركيا. جميل جدا. وخلي بالك ان هنا في المنطقة ديت عندي مضيقين اتنين، فاكرهم؟ الدردنيل والايه؟ والبسفور. طيب بعد كده يا شباب السؤال التاني بيقول أيد الأدلة على صحة العبارات الآتية. بيقول لك رقم واحد، عملت السعودية على تحقيق التنمية المستدامة في مجال الصناعة. تنمية مستدامة معناها اللي هي تبدأ تحافظ على البيئة أو تحقق كمان نوع من أنواع التوازن بين متطلبات الأجيال الحالية والأجيال الإيه؟ القادمة، بالإضافة للمحافظة على البيئة. طيب قلت طبعا إن السعودية يا شباب عملت مشروع نيوم الهيدروجين الإيه؟ الهيدروجين الأخضر. طبعا المشروع ده بيضم اكبر مصانع لانتاج الطاقه النظيفه. يبقى اذا تقول لي كده اهو يضم اكبر المصانع لانتاج ايه؟ ايوه كده، لانتاج الطاقه النظيفه. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك سعي مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تحقيق التنميه الاقتصاديه لدول الاعضاء. طيب ازاي بقى عندي تنميه اقتصاديه؟ قلت طبعا عن طريق رقم واحد، اكتب معايا رقم واحد اهو، كان مهتم بإنشاء السوق المشتركة الخليجية. طيب رقم اتنين، زيادة نسبة الاستثمارات. هيتم الاستثمار فين بقى؟ قال في مجال الزراعة والسياحة. يبقى زراعة وايه؟ وسياحة. طب رقم تلاتة يا شباب، قلت طبعا ان مجلس الخليج العربي او مجلس التعاون لدول الخليج العربي هيتم الاهتمام بالايه؟ بتطوير المطارات. طب ايه تاني؟ اتكلم معايا. الطرق. ايه تاني؟ الموانئ. ليه؟ عشان يسهل حالة الايه؟ التجارة. يبقى اذا عندي تطوير الموانئ والمطارات والطرق لتسهيل حركة التجارة او لنقل الايه؟ نقل التجارة. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك تواجه الثروة الحيوانية بقارتي اسيا واوروبا العديد من المشكلات. حلو جدا السؤال ده ومهم جدا. المشاكل عموما لازم يجي لك منها واحده في الامتحان. فلما اجي اتكلم عن الثروه الحيوانيه عموما قال لك ان عندي 3 مشاكل. هنا لما يجي يتكلم عن دلل فانا عايز ايه؟ المشاكل بدون تفصيل. رقم واحد، قلت ان نسبه المراعي هتبدا تقل، يبقى تناقص المراعي الايه؟ تناقص المراعي الطبيعيه او المراعي الطبيعيه تبدا تقل. هتقل نتيجه كام سبب؟ 3 حاجات. مين الشاطر بقى اللي هيقول لي؟ رقم واحد عند الراعي، جدع، الراعي الجائر. رقم اتنين الزحف العمراني، جدع. رقم 3 التوسع الزراعي. يبقى اذا 3 حاجات يترتب عليها تناقص المراعي الايه؟ المراعي الطبيعيه، لان المراعي الطبيعيه لما بتقل النبات بتاع الثروه الحيوانيه بيقل، او المراعي لما بتقل ده بيأثر سلبي على الثروه الايه؟ الحيوانيه. طب رقم 2 يا شباب قال لك عندي نوع من انواع الايه؟ التلوث اهو، او التأثير السلبي من التلوث والتغير الايه؟ التغير المناخي. وده طبعا بيأثر سلبي على نسبه المراعي الايه؟ المراعي الطبيعيه، وبعد ذلك بيأثر على الثروه الحيوانيه. طيب بعد كده قلت عن انتشار بعض الامراض. انتشار بعض الامراض زي الحمى القلعيه، ده بالنسبه لاهم المشاكل بتواجه الثروه الايه؟ الحيوانيه. بعد كده قال لك لمدينه القدس القديمه قيمه دينيه كبرى. طبعا قلت ان المدينه دي اول حاجه موجوده في دوله مين؟ دوله فلسطين، وهفضل اقول في دوله فلسطين وليست اسرائيل. حلو. طب هل ايه بقى الاهميه الدينيه؟ تقول ان رقم واحد فيها مسجد قبة الصخر. رقم اتنين تقول لي فيها كنيسة القيام. ايوه كده. رقم 3 تقول لي فيها حائط البراق. حائط الايه؟ البراق. يبقى 3 حاجات مهمين جدا. طيب بعد كده بيقول لك ما المقصود بالاقليم الصناعي والزراعة الرقمية. طبعا التعريفات دي مهمة جدا فلازم نراجعها مع بعض. طبعا يا شباب 3 تعريفات مهمين جدا على الوحدة الثالثة. اول تعريف عندي حاجة اسمها الزراعة الايه؟ الزراعة الرقمية. الزراعة الرقمية من اسمها كده قال لك هو تحويل او التحول من الزراعة البدائية، هبدأ اعتمد على نظام زراعة ذكي، يعني هبدأ اعتمد على حاجات حديثة، هبدأ اعتمد على بيانات معلومات دقيقة. فده كله بيؤدي الى زيادة الانتاج الايه؟ الزراعي، وبعد ذلك بيحقق حاجة اسمها الامن الايه؟ الامن الغذائي. تاني وبالراحة. اذا هنا بيقول لك هو تحويل الزراعة التقليدية اللي هي البدائية الى نظام زراعي ذكي يعتمد على رقم واحد التقنيات الرقمية المتقدمة والبيانات الدقيقة، بهدف ايه بقى؟ قال لك بهدف تحسين كفاءة وانتاجية المحاصيل الايه؟ الزراعية.
فبالتالي بيحقق حاجه اسمها تحقيق الايه الامن الغذائي. يعني من الاخر عندي زراعه تقليديه، الزراعه التقليديه دي هبدا اركنها كده على جنب وابدا الجا لنظام زراعه ذكي. ذكي ازاي؟ معتمد على تقنيات حديثه وتكنولوجيا بقى. فبالتالي انا لما اعتمد على تكنولوجيا، فبالتالي ايه اللي بيترتب عليه؟ بيترتب عليه ان عندي الانتاجيه هتبدا ايه؟ هتبدا تزيد، فبالتالي بيحقق حاجه اسمها الامن الايه الامن الغذائي. طب بعد كده حبيب قلبي بيقول لك يعني ايه كلمه ثوره صناعيه؟ اجماليات. قال لك الثوره الصناعيه هي عباره عن تحولات بقى في ايه؟ قال لك تحولات علميه وتكنولوجيه في طرق الصناعه. يعني برضو بدل ما اكون مهتم بالصناعه البدائيه او الصناعه التقليديه، هبدا الجا للاساليب المتطوره او الاساليب المتقدمه او التكنولوجيا الحديثه ايا كان. فبالتالي سرعه الانتاج هيزيد والانتاج بتاعي هيحصل له تضاعف. تاني بالراحه، اذا هي تحولات علميه وتكنولوجيه في طرق الصناعه، وتحول الانتاج الصناعي خلالها من الاساليب البدائيه او التقليديه في الحرف التقليديه الى الاساليب التكنولوجيا المتطوره. فبالتالي ده بيؤدي الى زياده سرعه الانتاج ومضاعفه الانتاج عده مرات. ده لو قال لك الثوره الثوره الصناعيه. اذا كلمه ثوره صناعيه يبقى اذا تحولات علميه وتكنولوجيه في في الاساليب اللي انا بلجا فيها، في الاساليب الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه والصناعه البدائيه هبدا اطور فيها، ابدا اعتمد على الات. فلما ابدا اعتمد على الات او اساليب تكنولوجيه، فبالتالي الانتاج بتاعي يبدا هيبدا يزيد. طب اخر حاجه بنتكلم عن حاجه اسمها الاقليم الصناعي. الاقليم الصناعي قال لك هي مساحه جغرافيه. اول حاجه هي مساحه جغرافيه. جوه المساحه دي عندي العديد من المناطق الصناعيه، هنا منطقه وهنا منطقه وهنا منطقه وهنا منطقه. طيب كل منطقه من دي فيها مجموعه معينه من الصناعات. يبقى اذا كل منطقه بيكون فيها مجموعه متنوعه من الصناعات. الصناعات دي بتكمل بعضها البعض. حلو، محدش فاهم حاجه. يعني على سبيل المثال اقول لك، على سبيل المثال قال لك ان هنا مثلا عندي الطيارات، قلت لك ان المنطقه دي بتصنع طيارات. حلو، طب هل الطياره كلها بيتم تصنيعها في مكان واحد؟ لا طبعا. قال لك ان في منطقه مثلا بتصنع المحرك، منطقه تانية بتصنع الاطارات او الكاوتشات بتاعتها، منطقه تانية بتصنع الهيكل بتاعها. فدي يطلق عليها التكامل ما بين المناطق الصناعيه. يبقى اذا هي مساحه جغرافيه كبيره تضم في داخلها العديد من المناطق الصناعيه، ويوجد في كل منطقه مجموعه متنوعه من الصناعات التي تتكامل مع بعضها مع بعضها البعض. ايوه كده. ده بالنسبه لاهم لاهم التعريف. طيب بعد كده بيقول لك تسهم المصايد الطبيعيه بنحو تلت الانتاج السمكي في قاره اسيا. طبعا الاجابه صحيحه 100%. طبعا المصايد الطبيعيه قلت لك عندي زي المصايد البحريه، صح كده، البحار او المحيطات. وعندي طبعا مصايد طبيعيه زي الانهار والبحيرات سواء داخل القاره او البحار خارج القاره. تحتل قاره اوروبا المركز الثاني عالميا في تجاره الخدمات. مش الثاني طبعا، هي الاولى. يبقى اذا غلط. كده بيقول لك نجح الاتحاد الاوروبي في ارسال مبدا السلام بعد الحرب العالميه الثانيه. طبعا اجابه صحيحه 100%. لسه قايلها ولسه قلت لك طبعا الاتحاد الاوروبي خد جائزه نوبل للسلام، لان بيحقق نوع من انواع الديمقراطيه والحفاظ على حقوق الانسان. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك سؤال مهم جدا، خلي بالك، حدد اهم المشكلات التي تواجه الثروه السمكيه في قارتي اسيا واوروبا. قلت لك المشكلات شد لي عليها كذا خط، لازم يجيب لك في الامتحان مشكلات ودي لازم تتكلم عنها. مشكلات طبعا اللي بتواجه عندي الثروه السمكيه، اول حاجه عندي حاجه اسمها الصيد الجائر. طيب رقم 2 ممكن يبقى عندي نوع من انواع التلوث. طبعا التلوث ده بيأثر سلبي على على الثروه السمكيه. رقم 3 عندي حاجه اسمها تغيرات تغيرات مناخيه. التغيرات المناخيه بتأثر طبعا برضو بشكل سلبي على الثروه السمكيه. ده بالنسبه للمشاكل. بعد كده بيقول لك حدد الاسم الغير مناسب لمجموعته. حلو السؤال ده، بس خلي بالك هنا بيقول لك مع ذكر السبب. جايب لك هنا بيقول لك الموقع الجغرافي، مظاهر السطح، التنوع الاجتماعي والثقافي والمناخ. طبعا كلهم يعتبروا من مقومات قيام قيام النشاط السياحي. لكن ده بيقول لك الموقع الجغرافي ده عامل طبيعي وده عامل طبيعي، لكن ده عامل عامل بشري، اما ده عامل طبيعي. اذا كل العوامل طبيعيه ما عدا التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي. اخر نقطه يا شباب بيقول لك منطقه القوقاز، منطقه الرور الصناعيه، منطقه جبال الاورال، منطقه دونتسك الصناعيه. طبعا المفترض ان هنا هي منطقه الرور الصناعيه. ليه؟ لان منطقه الرور الصناعيه دي موجوده فين؟ في وسط وغرب اوروبا، لكن الباقي موجود فين؟ في وسط وشرق اوروبا. ركزوا معايا يا شباب بالله عليكم بقى في اللي جاي ده لان مهم برضه. طبعا في بعض المعلومات كده مهمه، طبعا الوحده بتاعتنا كبيره جدا فعشان كده هنركز على اهم اهم المعلومات. هنا بنتكلم عن جهود قارتي اسيا واوروبا في التنميه في تنميه الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه.
طبعا المفترض ان قاره اسيا واوروبا الاثنين بيهتموا او بيتم بذل جهود كبيره جدا للحفاظ على هذه الثروه، سواء كان زراعه او حيوان او سمك. تمام. طيب ليه؟ هتقول لي بهدف تحقيق الامن الغذائي والتنميه والتنميه المستدامه. كلمه تنميه مستدامه زي ما اتكلمت قلت تنميه مستدامه يعني بتبدا توفر متطلبات الوقت الحالي، الغذاء يعني اللي موجود في الوقت الحالي والمستقبل دون استنزاف الموارد. يعني الموارد ما ينفعش تخلص طبعا، اللي ما ينفعش اكل واسيب اللي جاي بعد كده. طب عن طريق 3 حاجات. اول حاجه في الزراعه يتم ب3 مجالات. اول مجال الزراعه عن طريق تشجيع الزراعه الرقميه، ولسه قايل لك يعني ايه كلمه زراعه رقميه. رقم 2 هيتم الاهتمام بالزراعه العضويه. طبعا الزراعه العضويه معناها يا شباب هبدا اهتم باستخدام اسمده طبيعيه دون استخدام مبيدات حشريه او اسمده كيماويه، عشان ده طبعا بيضر او بيأثر سلبي على الارض الزراعيه، وده طبعا بيترتب عليه قله الانتاج الزراعي. ده اول حاجه. يبقى اذا عندي زراعه رقميه. رقم 2 الزراعه العضويه. طيب رقم 2 قال لك يتم استحداث اصناف من محاصيل مقاومه للجفاف والملوحه وتطبيق انظمه ري متطوره، عشان ابدا احافظ على الميه. لان انا طبعا لما احافظ على الميه انا بالنسبه لي الرقعه الزراعيه هتبدا تزيد، لان كده كده اصلا الميه على سطح الارض قليله جدا 3%. 2 استحداث اصناف محاصيل مقاومه للجفاف والملوحه وتطبيق انظمه ري متطوره. طب يعني كلمه زراعه رقميه يا باشا؟ قال لك زراعه رقميه هي تحويل الزراعه التقليديه الى نظام زراعي ذكي يعتمد على ايه؟ تقول لي يعتمد على التقنيات الرقميه المتقدمه والبيانات الدقيقه. لسه قايلها هدف تحسين كفاءه وانتاجيه المحاصيل الزراعيه. بهدف تحسين كفاءه وانتاجيه المحاصيل الزراعيه لتحقيق الامن الغذائي. ده بالنسبه للزراعه يا شباب. يبقى اذا زراعه رقميه. رقم 2 زراعه عضويه. وهبدا اهتم بالمحاصيل اللي بتتحمل الجفاف والملوحه. طيب بعد كده بنتكلم عن الثروه الحيوانيه. ازاي؟ قالك رقم 1 تحسين السلالات الحيوانيه وتطوير الرعايه البيطريه، اللي هو بقى ابدا اهتم بالطب بتاعهم. طب رقم 2 قالك دعم الراعي المستدام. اشمعنى الراعي المستدام؟ قالك لان الراعي المستدام بالنسبه لي مهم جدا للبيئه، مهم للثروه الحيوانيه، لان بيسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومساعده الرعاه في اتخاذ قرارات علميه لاداره الاراضي وتطوير ممارسات مستدامه للمراعي. ابدا اعلم الناس اللي بتمارس حرفه الرعي. طيب بعد كده قالك الثروه السمكيه عن طريق رقم 1 قالك دعم صغار الصيادين. يعني ايه كلمة دعمهم؟ ابدأ اساعدهم، اديهم عائد مادي. رقم 2 دعم الاستزراع السمكي المستدام ومكافحة الامراض وتأثيرات تغير المناخ. يعني من الاخر هبدأ اساعد الصيادين وابدأ اعمل مزارع سمكية بالاضافة طبعا للمواساة الطبيعية، زائد عندي نوع من انواع مكافحة الامراض او التغيرات المناخية. ده لو قالك اتكلم عن اي نوع من انواع الجهود اللي بتبذلها قارتي اسيا واوروبا في اي المجالات ال3 دول، مهمين جدا جدا جدا. تمام. طيب بعد كده برضو بنتكلم على حاجات مهمه جدا، ركز معايا. طيب بعد كده يا شباب بنتكلم بقى عن اهم المقومات اللي بتاثر على السياحه. المقومات الطبيعيه مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك منها. طيب اول حاجه بنيجي نتكلم عن المقومات الطبيعيه يا شباب، عندي حاجه اسمها الموقع الجغرافي. طيب الموقع الجغرافي لقاره اوروبا وقاره مين وقاره اسيا. طيب اول حاجه بنيجي نتكلم عن قاره اسيا، قالك بتقترب من قاره اوروبا وقاره استراليا وقاره مين وقاره افريقيا. اما الموقع الجغرافي لقاره اوروبا تقول لي ان رقم 1 بتقرب من قاره امريكا الشماليه. حلو. رقم 2 شمال قاره مين افريقيا، دي طبعا دوله مصدره للسائحين او دوله مصدره للسياحه. بعد كده قالك جنوب غرب قاره مين جنوب غرب قاره اسيا، طبعا يقصد بها دول الخليج. دول الخليج معاهم مناهض، فبالتالي بيعملوا نوع من انواع السياحه الى قاره مين الى قاره اوروبا. ايوه كده. يبقى ده بالنسبه للموقع الجغرافي. يبقى اذا هنا بالنسبه لي هنا بتقترب من قارات العالم الجديد، وهنا كذلك بتقترب من قارات العالم الجديد. يبقى اذا قاره استراليا بالنسبه لي قارات عالم جديد، وكذلك امريكا الشماليه. طيب ما نيجي نتكلم عن المظاهر السطحي بقى، عندنا مظاهر سطح متنوعه. لما اجي اتكلم عن المظاهر السطحي مثلا الموجوده في قاره اسيا، عندنا مظاهر كتير زي مثلا جبال الهيمالايا، زي هضبه التبت، جزر المالديف الموجوده في المحيط الهندي. خلي بالك لانها جزيره مهمه جدا، لانها عباره عن جزيره مرجانيه ذات شواطئ رمليه بيضاء ومياه فيروزيه صافيه، تاخد اللون الفيروزي كده. طيب زائد الاماكن الصحراويه سواء كانت الحاره او المعتدله. خلي بالك الاماكن الصحراويه دي فيها بعض الظواهر المهمه جدا، زي تقول لي زي الكثبان الرمليه، زي تاني زي الاوديه الجاف، زي الجبال البركانيه.
طيب ما نيجي نتكلم بقى عن قاره اوروبا، قال لك عند بعض الجبال زي جبال الألب وجبال الايه البرانس، خدناها كتير. شلالات يطلق عليها شلالات الايه شلالات الراين، موجوده فين؟ في سويسرا. بعض الجزر زي جزيره ايه سكاي، موجوده فين؟ في اسكتلندا. وجزيره كريت موجوده فين؟ في اليونان. ده بالنسبه لمظاهر السطح. طيب بعد كده بنتكلم عن المناخ. المناخ مهم جدا، خلي بالك لما اتكلم عن المناخ في قاره اسيا، اول حاجه تقول لي ان من اهم الاماكن جذبا للايه جذبا للسياح. اشمعنى؟ هتقول لي لان المناخ طبعا بيكون معتدل في 3 اماكن، تقول لي بلاد الشام وتركيا زائد مناطق شرق قاره مين؟ اسيا. يبقى اذا عندي 3 اماكن يتميزوا بالاعتدال اهو، شرق قاره اسيا اول حاجه بلاد الشام وتركيا. اما المناخ في قاره اوروبا، قالك ان اوروبا كده كده اصلا بتقع في المنطقه المعتدله، يبقى الاقاليم المناخيه الايه المعتدله ما عدا الاطراف الشماليه زي ما اتكلمت. فده يترتب عليها ايه برضو؟ قدوم اعداد كبيره من السائحين اليها معظم ايام الايه معظم ايام السنه. ده بالنسبه للمناخ. طيب اخر حاجه يا شباب بنتكلم عن الحياه النباتيه. قالك الحياه النباتيه بالنسبه لقاره اسيا وقاره اوروبا في عندي تنوع كبير جدا، فبالتالي قالك ده ترتب عليه ايه؟ ان الدول هتبدا يتم وضع مجموعه من القوانين لحماية المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية لتحقيق السياحة البيئية المستدامة. ومن أكثر الدول في أوروبا تضم منتزهات وطنية هي مين؟ أوكرانيا. يبقى إذا أكبر الدول اللي بتضم منتزهات وطنية تقول لي مين؟ أوكرانيا. تاني بالراحة. الحياة النباتية أنا بالنسبة لي كل ما يكون في عندي تنوع في النباتات ده بيؤدي إلى تنوع في الحيوانات، سواء كان في القارتين قارة آسيا أو قارة مين؟ أوروبا. فبالتالي لما يكون في عندي تنوع في الحياة النباتية والحياة الحيوانية ده بيؤدي إلى زيادة الجذب السياحي. فالدولة تعمل إيه بقى؟ الدولة تقوم حاطة مجموعة من القوانين عشان تبدأ تحافظ على المحميات اللي موجودة فيها. يبقى الدولة عملت محميات ليه؟ عملت محميات عشان تحافظ على النباتات والحيوانات، عشان تعمل المحميات دي والمنتزهات تم وضع مجموعة من القوانين. يبقى إذا تم وضع قوانين لحماية المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية لتحقيق السياحة البيئية المستدامة. ومن أكتر دول قارة أوروبا هي دولة مين؟ دولة أوكرانيا، بتضم مساحة كبيرة جدا من الإيه؟ المنتزهات. طيب براجع برضو على المقومات البشرية يا شباب. المقومات البشرية مهمة جدا فلازم تكون واخد بالك منها. لما نيجي نتكلم عن المقومات البشرية عندي كذا حاجة. أول حاجة بنتكلم عن حاجة اسمها المواقع التاريخية والمواقع الإيه؟ المواقع الأثرية. طيب يعني ايه المواقع التاريخيه والمواقع الاثريه؟ المواقع التاريخيه والمواقع الاثريه يا شباب قال لك زي مثلا زي ايه؟ زي سور الصين العظيم، ده موجود طبعا في قاره مين؟ في قاره اسيا. رقم 2 بنتكلم عن برج ايه؟ برج ايفل، ده موجود طبعا فين؟ في باريس، وباريس موجوده في فرنسا. طيب بعد كده بنتكلم عن قصر الحمراء، ده موجود فين؟ في اسبانيا. اذا لما اقول لك برج ايفل تقول لي في دوله مين؟ دوله فرنسا. وفرنسا بالنسبه لي موجوده في قاره ايه؟ تقول لي موجوده في قاره ايه؟ في قاره اوروبا. ايوه كده. بعد كده بنتكلم عن مكان يطلق عليه قصر تاج محل، موجود فين؟ في الهند. بعد كده عندي مدينة يطلق عليها مدينة البتراء، دي موجودة فين؟ في الأردن. وطبعا الأردن والهند موجودين في قارة مين؟ في قارة آسيا. ركز معايا بالله عليك، يعني ده الخريطة بتاعتنا اهي بالراحة واحدة واحدة. يعني هنا لما أجي أقول لك في المنطقة دي كده، لما أقول لك هنا منطقة أو هنا من إحدى المواقع الأثرية موجودة في أسبانيا، موجودة في مدينة باريس، تقول لي على طول برج إيه؟ برج إيفل. طب هنا في المنطقة دي لو قلت لك عندي مدينة أثرية تقول لي مدينة الإيه؟ البتراء. طب هنا عندي إيه؟ قصر تاج إيه؟ تاج محل، موجود فين؟ موجود في الهند. وهنا عندي سور الصين الإيه؟ العظيم. ده بالنسبة لأهم المعالم الأثرية اللي موجودة في قارتي إيه؟ في قارات أوروبا وقارة إيه؟ قارة آسيا. طيب بعد كده يا شباب بنتكلم عن التنوع الاجتماعي والثقافي. كلمة تنوع اجتماعي وثقافي معناها إن هنا بيبقى عندي تنوع في الفنون، في العادات، في التقاليد، في الكلام ده كله. طيب خلي بالك بقى هنا لما كل ما يكون في عندي تنوع ده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيؤدي إلى زيادة عدد السائحين. يعني هم عندهم رغبة كده أبدأ أتعرف على ثقافات جديدة، على عادات جديدة، على تقاليد جديدة. هو ده اللي كان بيحصل على طول إيه في قارة إيه؟ في قارة آسيا وقارة أوروبا. يعني هنا قال لك إن في عندي عادات وفي عندي تقاليد، وجوه ده كمان يعني بالإضافة لده كمان قال لك إن في عندي تنوع في الفنون والغناء والإيه؟ والموسيقى والرسم. وكل ما يكون في عندي تنوع ثقافي واجتماعي ده بيترتب عليه زيادة عدد السائحين لاكتشاف عادات أو ثقافات او حياه اجتماعيه ايه مختلفه عن البيئه بتاعتهم. من اهم المهرجانات بقى اللي كانت موجوده عندي قال لك مهرجان يطلق عليه مهرجان سابورو، موجود فين؟ في اليابان. المهرجان ده خاص بالايه؟ بالتلج. يعني من الاخر كده بيجيب كده التلج ويقعدوا يعملوا ايه؟ عمليه نحت عليه، يشكلوا مثلا على شكل دب، على شكل انسان، على شكل حيوانات، ايا كان. فقال لك ان المهرجان ده طبعا كان سبب كبير في جذب الايه؟ السائحين من جميع انحاء الايه؟
من جميع انحاء العالم. اذا لما اجي اتكلم عن التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي تقول ان التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي بيأثر بشكل ايجابي على زياده عدد السائحين، ده رقم واحد. رقم اتنين قال لك ده بيدفع السائحين الى اكتشاف عادات وثقافات اخرى، ممكن نقول كده وممكن نقول كده. بالاضافه لذلك قلت لك احنا عندنا بعض فنون زي ايه؟ تقول لي عندي غناء. ايه تاني؟ تقول لي موسيقى. تقول لي ايه تاني؟ تقول لي عندي ايه؟ عندي الرسم. اذا عندي موسيقى وغناء وايه؟ ورسم ونحت. من اهم المهرجانات اللي موجوده عندي في قاره اسيا عندي مهرجان يطلق عليه مهرجان مين؟ سابورو. ده موجود فين؟ موجود في اليابان. طيب بعد كده بنتكلم عن البنيه التحتيه. بص يا حبيب قلبي، البنيه التحتيه يعني ايه يا شباب اصلا؟ البنيه التحتيه بنتكلم عن المطارات، بنتكلم عن الموانئ، بنتكلم عن الطرق، بنتكلم عن جميع الخدمات اللي من خلال بقى اعرف انتقل من مكان الى اخر. هنا قال لك ان قاره اسيا فيها بنيه تحتيه بس بتختلف من دوله من دوله الى اخرى. يعني بعض الدول بيكون فيها عندي بنيه تحتيه قويه والبعض الاخر لا. من اهم الدول اللي بيكون فيها عندي بنيه قويه زي اليابان والصين. كوريا الجنوبيه. يبقى اذا عندي اليابان، الصين، وكوريا الجنوبيه والامارات. اما قاره اوروبا بقى هي دي القاره جميله جدا من حيث البنيه التحتيه، يعني مهتمين جدا بالبنيه التحتيه. كل ما اهتم بالبنيه التحتيه لسه قايل لك حالا ده بيؤدي الى زياده عدد السائحين، لان هعرف اتنقل من مكان للتاني. يبقى اذا هنا لما اجي اتكلم عن قاره اوروبا تقول لي تتسم ببنيه تحتيه في معظم انحاء قاره اوروبا حديثه ومتطوره. فبالتالي تربطها شبكات النقل واسعة. عندي بقى طرق سريعة، ده أول حاجة. رقم اتنين عندي سكك حديدية. رقم تلاتة عندي مطارات دولية. يبقى إذا تقول لي رقم واحد في قارة أوروبا عندي شبكات نقل واسعة. إيه تاني؟ تقول لي عندي طرق سريعة. إيه تاني؟ تقول لي عندي سكك حديدية ومطارات دولية. ده يترتب عليه ايه؟ ده كله ده يترتب عليه سهولة تحرك السائحين من مكان إلى آخر داخل القارة، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. تمام. ده بالنسبة للبنية التحتية. يبقى إذا عندي علاقة، يقول لك كده وضح، يعني هنا ممكن يقول لك كده اهو وضح العلاقة بين البنية التحتية والسياحة في قارة أوروبا. هنقول طبعا مهتمين بالبنية التحتية. هتقول زي مثلا عندي شبكات نقل واسعة وطرق سريعة وسكك حديدية ومطارات دولية، ده أدى لزيادة نسبة السائحين في دول الاتحاد الأوروبي أو القارة الأوروبية. طب هنا ممكن يقول لك ما النتائج مترتبة على وجود البنية التحتية، برضه هتقول ساعد على ذلك سهولة تحرك السائحين من مكان إلى مكان لآخر داخل القارة الأوروبية. آخر حاجة يا شباب بنتكلم في المقومات البشرية. عندنا بقى حاجة اسمها تسهيلات الضيافة والإقامة. تسهيلات الضيافة والإقامة دي تتمثل في كذا حاجة، زي مثلا القرى السياحية. عندي حاجة اسمها الفنادق، وعندي حاجة اسمها المنتجعات السياحية. قال لك في قارة آسيا في عند بعض الأماكن بيزيد فيها نسبة المنتجعات السياحية والقرى السياحية والفنادق والكلام ده كله، والبعض الآخر لا. أما قارة أوروبا قال لك المعظم بتاعها بيكون فيها طبعا عندي تسهيلات الضيافة والإقامة، يعني لأن بيكون فيها سلاسل فندقية عالمية. تاني بالراحة. إذا لما أجي أتكلم عن تسهيلات الضيافة والإقامة تقول لي تتمثل في الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات السياحية. أما نيجي نتكلم أول حاجة عن قارة آسيا تقول لي متطورة ومتنوعة في عديد من الدول الآسيوية، وأقل تنوعا وتطورا في دول أخرى. يعني من الآخر في تناقض، في دول مهتمية طبعا بالتسهيلات الضيافة والإقامة ودول أخرى لا. أما قارة أوروبا قال لك بقى بيكون فيها تطور وتنوع في معظم الدول القارة الأوروبية، وتوجد بها عديد من السلاسل الفندقية العالمية. إذا ده بالنسبة لتسهيلات الضيافة والإقامة. إذا لما أجي أتكلم عن المقومات البشرية على طول تقول لي عندي كام حاجة؟ تقول لي 4 حاجات. أول حاجة تقول لي المواقع التاريخية والأثرية، دي أول حاجة جدع. رقم 2 التنوع، قول معايا بقى التنوع الثقافي والاجتماعي. التنوع الثقافي والاجتماعي. طيب بعد كده رقم 3 زي ما قلت عندي حاجة اسمها البنية التحتية. بنية تحتية. رقم 4 بنتكلم عندي حاجة اسمها تسهيلات الإقامة، وعندي حاجة اسمها الضيافة. يبقى الضيافة والإقامة. يبقى إذا تسهيلات الضيافة والإقامة. ده بالنسبة للمقومات البشرية. فسؤال ممكن يجي لك كده لوحده كده، دلل تتعدد المقومات البشرية المؤثرة في السياحة. هتكلم على هتكلم عليهم كلهم.
اذا تقول لي رقم واحد عندي مواقع تاريخيه واثريه، رقم اتنين التنوع الايه الثقافي والاجتماعي، بعد كده عندي حاجه اسمها البنيه التحتيه، بعد كده عندي الاقامه والايه والضيافه. او ممكن يقول لك قارن بين المقومات الطبيعيه والمقومات الايه البشريه. كده يا شباب بنتكلم اخر حاجه النهارده بنتكلم فيها المشكلات اللي بتواجه السياحه سواء في قاره اوروبا او قاره مين او قاره اسيا. قال لك الاثنين عندي مشكلتين اتنين متشابهه. رقم واحد تقول لي التقلبات الاقتصاديه، رقم اتنين الاحوال المناخيه المتطرفه. ده اول حاجه. يبقى اذا تقلبات اقتصاديه يعني ايه كلمه تقلبات؟ يعني بيحصل عندي ازمات، الاسعار بتزيد، الدنيا مثلا الانتاج بيقل، فده يطلق عليه التقلبات الايه الاقتصاديه او الاحوال المناخيه الايه المتطرفه زي السيول والاعاصير والكلام ده كله. طيب هنا لما نيجي نتكلم عن قاره اسيا بقى، قال لك ان هنا اول مشكله بتقابلها ضعف شبكات البنيه الايه البنيه التحتيه. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن قاره اسيا اول حاجه تقول لي ضعف شبكات البنيه التحتيه والنقل الجوي في عديد من الدول، زي خلاص يبقى كمبوديا وافغانستان والايه واليمن. بعد كده قال لك صعوبة الحصول على التأشيرات الايه السياحية، زائد ارتفاع تكاليف الرحلة السياحية، يعني الرحلة بتاعتي بتزيد. بعد كده قال لك ضعف الحملات التسويقية خاصة لدول قارة مين؟ لقارة آسيا. آخر حاجة عند بعض المشكلات السياسية في بعض الدول زي لبنان والعراق وأفغانستان. وطبعا كل ما يكون عندي مشكلات سياسية ده بيأثر سلبي على الايه؟ على وجود السياحي. إذا قارة آسيا تقول إن رقم واحد ضعف شبكات البنية التحتية والنقل الجوي، رقم اتنين صعوبة الحصول على تأشيرة، رقم تلاتة ارتفاع التكلفة أصلا، رقم أربعة ضعف الحملات التسويقية، آخر حاجة وجود بعض المشاكل السياسية في بعض الدول. تعالى بقى نيجي نتكلم قارة أوروبا. قارة أوروبا قال لك في بعض المشاكل. أول حاجة عندي الازدحام الشديد في بعض المدن زي روما زي برشلونة زي باريس، تمام كده؟ ده أول حاجة. رقم اتنين قال لي إن في عندي ضغط كبير جدا جدا على البنية التحتية. اشمعنى؟ طبعا كل ما السياحه بتزيد البنيه التحتيه بتاعتي بيحصل لها ضغط، فده بيأثر سلبي عليها. يبقى اذا حدوث ضغط كبير على البنيه التحتيه لهذه الايه المدن. رقم اتنين تدهور الموارد الطبيعيه بسبب كثره الزيارات والرحلات الايه السياحيه. بعد كده سؤال بيجي لوحده، ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونيه. طيب ليه؟ هتقول لي بسبب كثره رحلات الايه رحلات السفر. كل ما رحلات السفر بتزيد ثاني اكسيد الكربون بيزيد، فده بيأثر سلبي. عدم الاستقرار السياسي والامني في بعض الدول الايه او بعض المدن السياحيه. ليه؟ هتقولي بسبب الحروب زي الحرب الروسيه الاوكرانيه. ده بالنسبه للمشاكل اللي بتواجه السياحه في قاره مين؟ اسيا وايه واوروبا. طبعا احنا كده المفترض ان احنا خلصنا مراجعه الوحده الثالثه. انا عارف اني طولت عليك شويه، بس خلي بالك ان كل ما اطول وبكده نكون انتهينا من شرح الوحدة الثالثة. راجعنا طبعا أهم المعلومات الموجودة عندي في الوحدة، يعني بقدر الإمكان حاولت أعمل اللي عليا. أنت طبعا لازم تتعب كده وتعمل اللي عليك عشان بإذن الله ربنا يكرمك. بإذن الله هحاول بقدر الإمكان الفترة الجاية أنزل لك فيديوهات على الخرايط، مراجعات نهائية، حل امتحانات. عشان كده عايزك تشترك في القناة، ده رقم واحد طبعا علشانك، عشان أول ما أنزل فيديو يوصل لك على طول. رقم اتنين قبل ما نقفل اوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد. سلام.